سعادة السفير، حدثنا عن الخبر اللي سمعناه في هناك هزتين الآن في تركيا، هل هذا الخبر صحيح؟ قبل تقريبا أقل من ساعتين صارت هزة أيضا في منطقة هاتاي، ولاية هاتاي، صنفت بأنها يعني أو قيست ب 6.4، وأيضا تبعتها هزة أخرى ب 5.8، وتبعتها تقريبا 20 هزة ارتدادية إلى الآن في ارتدادات زلزالية قاعد تصير في المنطقة. حدثت أضرار؟ يعني انهيارات مثلا في المباني في يعني قبل قليل طلع نائب رئيس الجمهورية التركية وقال انه في يعني هناك اصابات بسيطة الحمد لله. الى الان استقبلت المستشفيات في المنطقة تقريبا 8 جرحى، وايضا تم الاشارة من خلال رصدنا للتواصل الاجتماعي ايضا الموجود في المنطقة والاخوان في القنوات التركية بان هناك بعض المباني المتاثرة من الزلزال الاول ايضا يعني حدث فيها يعني انهيارات. لا حول. وطلب نائب الرئيس التركي ايضا من المتواجدين والساكنين في المنطقه المعرضه للزلزال او تعرضت للزلزال انه لا يدخلون في المناطق او المباني اللي فيها بعض ما زالت فيها خطوره، يعني هذه المباني خطورتها. نعم اخوي، الكويت من اوائل الدول التي قدمت يد المساعده والاغاثه لاخوانهم واصدقائهم في تركيا، وبتوجيهات من حضره صاحب السمو في اليوم الاول ارسلت طائره اخلاء للمواطنين اللي كانوا متواجدين في عمليات اغاثه في المنطقه، وايضا تم تكليفي من معالي وزير الخارجيه بتامين المواطنين الكويتيين ايضا اللي ما استطاعوا يدخلون الطياره، اخذناهم الى انقره وتم تامين عودتهم الكويت الحمد لله سالمين.